مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: ظهور الملك بعكاز طبي خلال استقباله للرئيس الفرنسي. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أطال ظهور الملك محمد السادس وهو يستخدم عكازا طبيا خلال استقباله يوم الاثنين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتباها كبيرا نظرا لمكانته كملك للمغرب وأمير المؤمنين. ووفقا للمعلومات المتاحة فإن هذا الظهور الاستثنائي يعود إلى معاناته مؤخرا من انكماش عضلي في الجهة اليمنى من منطقة الظهر نتيجة ضغط على العصب الوركي، وهي حالة تعرف بالتهاب عرق النساء أو الآلام الناتجة عن تهيج العصب الوركي. على الرغم من جدوله المرهق لم يتردد الملك في مواصلة أنشطته على الرغم من الصعوبات الصحية التي بدأت تظهر بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وقد تجلى هذا الوضع خلال استقباله لحكومة المغرب الجديدة التي تم تعيينها بعد تعديل وزاري، بالإضافة إلى مشاركته في مراسم تعيين ولاة وعمال جدد في مختلف أنحاء البلاد. بحسب المختصين فإن الانكماش العضلي الناتج عن ضغط العصب الورقي قد يكون نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك التعب المستمر والضغط الجسدي. على الرغم من أن هذه الحالة تتطلب الراحة والعلاج طبيعي لتخفيف الأعراض وتجنب المضاعفات، فإن التزام الملك بمسؤولياته الوطنية دفعه للاستمرار في أداء واجباته. وعلى الرغم من أن هذه الحالات الصحية قد تكون مرهقة إلا أنها قابلة للعلاج بفعالية. الأطباء يشيرون إلى أن استخدام العكاز الطبي بشكل مؤقت يساعد في تخفيف الضغط على العمود الفقري ويقلل الآلام أثناء الحركة، مما يتيح للملك الاستمرار في أداء مهامه. ومن الجدير بالذكر أن ظهور الملك بالعكاز قد أثار موجة من التعاطف والاهتمام من قبل المواطنين المغاربة الذين تابعوا حالته الصحية بقلق عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.